ازاي هنحمر الشعرية ونخزنها لرمضان، وازاي كمان نحصل على اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. يلا بينا كده تابع الفيديو وتعالى اقولك على كل حاجة تخص الشعرية. اول حاجة هجيبها حلة على النار، على نار سخنة، وانزل عليها بمعلقة من السمنة البلدي او معلقة زبدة او ممكن زيت، ايا كان المادة الدهنية اللي انت هتستعمليها. انزل بقى بالكمية اللي انت حباها تحمريها من الشعرية. ايدك بقى فيها كده تقلبيها باستمرار، لانك لو سبتيها اللون بتاعها هيبقى فيه واحدة سودا وواحدة ذهبي وواحدة بيضة، يعني مش هتحصلي على لون موحد. على نار هادية بقى، هدي النار قوي جدا، وبعد كده ايدي في التقليب. وعلشان اخد منها لون موحد، يعني اللون كله يبقى ذهبي مفيش اي واحدة لون تاني، لازم ارش عليها شوية صغيرة كده من الملح، يعني 4 اكياس معايا اخدوا معلقة واحدة بس من الملح. ايدي فيها باستمرار في التقليب وما سيبهاش، وعلى نار متوسطة لحد ما اخدت معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه قدامي ده، وبعدين انزلها من على النار. وعلشان انا لما اسيبها تبرد، ولو سبتها في نفس الحله اللي انا حمرتها فيها كده يعني لونها هيغمق وهتكون لسه مستمره في التحمير. علشان كده لما انزلها من على النار احطها في صينيه او حله تانية بس تكون بارده، وبعدين اسيبها. انا كده يعني وقفت عمليه التحمير منها. بعد كده اسيبها لما تبرد، وبعدين اي حاجه عندك، علب تفريز، علب ثلاجه اللي انت بتحفظي فيها الاكل وتخزني فيها الاكل عادي جدا، وممكن اكياس، وبعدين تجيبيها وتحطيها بالشكل ده. انا هنا علشان حمرت الشعريه بماده دهنيه انا هحفظها في الفريزر، حطيتها كده في اكياس ثلاجه وحطيتها في علب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اما لو انت حابه ان انت تحفظيها في ظرف الدولاب المطبخ عادي جدا، فحمصي الشعريه في الفرن او على البوتاجاز عادي بس من غير ماده دهنيه، علشان لو عملتيها كده، لو حمرتيها بماده دهنيه وحفظتيها في دولاب المطبخ كده، يعني ان ريحتها بتتغير ومش بتبقى لطيفه يعني. وبالهنا